هي مصر الان كلها بتقول يعني اذا في ناس قررت ان مصر، وهي مصر في الحاله اللي هي فيها حاليا، مصر زي تكون متكومه في الارض ذبيحه، كل واحد عاوز ياخد من اي حته قبل ما يحصل اي حاجه. ما تقولش كده. ده الحقيقه، انا اسف. الناس عايزه تركب طبعا، عايزه لا مش قصدي التعبير قاسي وصعب، لكن ده اللي بيحصل. ده اللي بيحصل النهارده. مصر كلها بتعاني. انا عندي نسبه تحت حد الفقر. لا يعني هقول لحضرتك حاجه متكومه انما دي حلقه. انا عايز اقول ان مصر كلنا بنعاني في مصر بشكل او باخر، وعدد المرتاحين في مصر لاسباب كثيره من 30 ل 35 سنه في نظام سيء وصل، كان بيزود نسبه الفقر، كان بيتاكل في الطبقه الوسطى، كان بيحصل حاجات كثيره جدا. احنا لا نعالج بشكل جيد، لا نتعلم بشكل جيد، لا ننتقل بشكل جيد، وحضرتك عارفه، كلنا عارفين. انا النهارده في وضع صعب جدا كدوله، والدوله تعني كلنا جميعا، مش الحكومه، كلنا جميعا. الدوله يمثلها كل المصريين مش الحكومه. صحيح. حكومه ومعارضه وناس والى اخره. والدوله في حاله صعبه جدا. سهل جدا انك تشتكي، سهل جدا انك تقول وسهل جدا انك تطبع فلوس. سهل جدا. ما انت طالب مطالب، حاجه اعمل لك بجيبها لك منين؟ حاجه تطبع فلوس. انت عايز 500 جنيه هديك 2000 جنيه. انت عايز 1000 جنيه هديك 2000 جنيه. سهله جدا، بكره الصبح اعملها، ولع في مصر بسهوله جدا. يعني انا بطلب، انا بقدم في مطالب في مصر في توقيت في غايه الصعوبه، وهي لا تم. مصر بقى لها 6 7 شهور عماله تخسر طول الوقت. لا ننتج، لا نعمل، عندنا اعتصامات، عندنا اضرابات، عندنا اقتصاد، عندنا سياحه واقفه، عندنا كل القطاعات مواردنا بتقل طول الوقت، انتاجنا قليل طول الوقت، تصديرنا قليل طول الوقت. فانا في الوقت ده بقول ايه؟ انا فعلا، انا ما بقولش ان كلنا بنتألم. انا عايز حقوق دلوقتي، هي حقوق مشروعه، لكن التوقيت اللي بتطلب فيه حقوقك توقيت غير مناسب بالمره.